أهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة من وصفاتنا. وصفتنا لليوم شرايح التوست مع الجبن والزعتر. المقادير المطلوبة: معلقتين من الزعتر، معلقتين من زيت الزيتون، ربع كاس من الحليب. استخدمنا في هاي الوصفة حليب المراعي، ممكن نستخدم أي نوع متوفر. حبتين من البيض، جبن موزاريلا، بعض شرايح من التوست. هلا بنخفق البيض مع الزعتر والزيت والحليب ورشة الملح اللي أضفناها، وبنخفق بشكل جيد لحتى تتجانس كل المكونات مع بعضها. هلا بناخد شريحتين من خبز التوست، بنحشيهم بالجبنة الموزاريلا بهذا الشكل. بالكمية اللي بتحبوها، بعدين بنقفلها منيح وبنغمسها بالخليط يلي حضرناه. بنضغط بشكل جيد وبنقلبها على الناحيتين، وبنضغط بشكل لحتى تتشرب من كل الخليط. بنقلبها على الناحيتين لحتى تتشرب من الخليط بشكل كتير منيح بهذا الشكل. هلأ بناخد الفطيرة يلي جهزناها على عين الغاز في مقلاية ما تكون بتلزق، وبنقلبها على الناحيتين بس لحتى تسيح الجبنة وتاخد لون ذهبي خفيف. هلأ حابة أضيف ملاحظة كتير مهمة: لو ما توفر عندكم بالبيت جبنة الموزاريلا ما في أي مشكلة، فينا ناخد شريحة واحدة من التوست ونغمسها بالخليط يلي حضرناه، وبنفس الطريقة على الغاز دقيقتين بنقلبه على الناحيتين لحتى ياخد اللون الذهبي البسيط بهذا الشكل. بهيك أصبحت فطيرتنا جاهزة. أنصحكم جدا تجربوها، راح تكون من أسرع وألذ الوصفات والفطاير اللي ممكن تجربوها. بتنفع للإفطار، للغداء، للعشاء، في أي وقت، وكمان كتير حلوة لللانش بوكس لأولادنا بالمدارس. بتمنى تكون عجبتكم وصفتنا. إذا كملتم معنا للنهاية حطولنا لايك، وشكرا وصحة وعافية.